والله يا جدعان احنا شعب بتاع حوارات وبتاع افتكاسات وبتاع ترندات. احنا فرحه المنتخب المصري ورحنا مسكنا في لقطه احمد سيد زيزو وحمزه علاء. حمزه علاء طالع يقول في الفيديو ان احمد سيد زيزو افضل لاعب في مصر. يا جدعان ده حريه شخصيه ترجع له هو شايف ان احمد سيد زيزو افضل لاعب في مصر، وان احمد سيد زيزو عمل اسيست علامه في مباراه المنتخب المصري علشان كده طالع يقول لك افضل لاعب في مصر. دي حريه شخصيه لاي حد. مزعلنا اكتر بقى ان الصفحات الزملكاويه طالعه تقول لك ان النادي الاهلي عاقب حمزه علاء عشان الجمله دي. وانت مفكر اداره النادي الاهلي زي اداره نادي الزمالك؟ يا جدعان احنا عندنا حاجه في اداره النادي الاهلي اسمها حريه شخصيه، كل واحد يقول اللي عنده، كل واحد يقول اللي هو شايفه صح. تطلع تغلط في زميلك ساعتها تتعاقب، تطلع تغلط في اي مسؤول ساعتها هتتعاقب، تطلع مثلا تعترض على تغيير هتتعاقب. انما الحوارات الفاكسانه دي بتاعتكم انتوا، مش بتاعت النادي الاهلي. انتوا بتدوروا على اي اخبار للنادي الاهلي علشان توقعوا النادي الاهلي، بس النادي الاهلي عمره ما هيقع. بالنسبه بقى لاحمد سيد زيزو، فانا كاهلاوي بقول لك احمد سيد زيزو من افضل اللعيبه في الدوري المصري، دي حاجه معروفه. وبعدين حمزه علاء ما قالش حاجه ولا اجرم يعني عشان تطلعوا انتوا كصفحات زملكاويه يجروا ورا الترند وتقولوا ان حمزه علاء هيتعاقب من النادي الاهلي. ممكن بقى من الحوارات الفاكسانه دي اقفوا في ظهر المنتخب المصري، المنتخب المصري اللي هيلعب في المربع الذهبي. انتوا سبتوا فرحه صعود المنتخب المصري للمربع الذهبي، رحتوا مسكتوا في حته حمزه علاء واحمد سيد زيزو. شفتوا بقى ان انتوا شعب بتاع ترندات وشعب بتاع حوارات، شعب راح على بتاع الكشري واللي بيغني وبيهري. احنا شعب بنروح نعلي اللي ملهوش لازمه وبنروح نمسك في حوارات ملهاش اي 30 لازمه. سيبنا فرحه المنتخب المصري ورحنا مسكنا في احمد سيد زيزو وحمزه علاء. طب دول ناس فرحانين ومبسوطين بالصعود، انت بقى مين عشان تطلع تعمل حوارات وتكتب على احمد سيد زيزو ولا حمزه علاء؟ اقسم بالله يا جدعان احمد سيد زيزو قالها كلمه، قال لك انت اطلع اغلط فيا واعمل حوارات واتكلم وفي الاخر انا باخد منك حسنات وانت بتشيل ذنوب. عرفتوا ان انتوا بتهروا على الفاضي. بس كده، يلا سلام.